صدمة المغسل هو بيغسل شاب ثلاثيني من عمره. مش هتصدقوا ايه اللي حصل. قصة مرعبة لكنها حقيقية حدثت بالفعل. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لي كل جديد من فيديوهات. وصاحب مشكلة النهاردة بيحكي وبيقول: أنا مغسل أموات، فتحت مشروع ليا أنا واتنين من صحابي. ناس كتير جدا من أهل البلد ومن بره البلد بتحصل أي حالة وفاة، خصوصا بقى إيه لو حد عامل حادثة، لو في أي حاجة بيجيبوا لنا المغسلة واحنا بنغسله وبنبقى عندنا كل الأدوات. المهم المشروع كان ماشي معانا كويس جدا. وفي يوم الصراحة الشغلانة دي أو المهنة دي صعبة جدا جدا يا جماعة، والصراحة علمتني كتير قوي. علمتني إن أنا أتقي الله في كل حاجة بعملها في حياتي، لأن كل واحد بيجي أغسله بيبقى ليه قصة وحكاية، وكل واحد بيبقى ليه علامات، يعني زي علامات حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، والله أعلى وأعلم في الأول وفي الآخر يعني. المهم طبعا انا كنت ببقى نفسي قوي ابقى من الناس اللي ليهم علامات حسن الخاتمه، والصراحه حصل لي مواقف كتير جدا، لكن اغرب موقف ولحد دلوقتي مش مستوعب انه حصل لي لما غسلت شاب ثلاثيني من عمره. المهم يا جماعه في يوم كنت اليوم ده مغسل ناس كتير، كنت تعبان جدا، كنت داخل اريح شويه، لقيت حد من زمايلي بيقولوا قوم قوم في ناس بره جايبين واحد عشان تغسله. قلت له حرام عليكم، حد فيكم يغسله؟ انا تعبان وغسلت كذا حاله النهارده، انا مش قادر خالص. المهم قعد يقول لا معلش قوم انت عشان انا رايح مشوار، وصاحبنا فلان التالت مش موجود، ومحدش موجود غيرك انت دلوقتي، فلازم تقوم تغسله. قوم بس هتكسب ثواب، ربنا يجازيك خير. المهم ساعتها قلت له ماشي. من كتر ما انا قايم متلوه ونفسي قوي انام لان كنت تعبان، حاسس ان اللي حصل ده مش حقيقه، بجد ما كنتش مستوعب فعلا ان كل ده هيحصل لي. المهم ساعتها قمت وانا مقريف ومش شايف قدامي والكلام ده، لقيت ناس كتير جدا واقفة قدام باب الأوضة بتاعة المغسلة، وطبعا حالة بكاء هستيري وأهل المتوفي. المهم طبعا كانوا زعلانين عشان الولد ده جدا، وكله كان بيشكر فيه إنه كان إنسان طيب وبيعمل خير كتير، حتى لما مات كان رايح يعمل خير وتوفاه الله. الناس كلها كانت حزينة، خصوصا انه قعد يومين في العناية المركزة، وكانت اهله على امل ان هو هيقوم بخير والكلام ده. المهم ساعتها انا دخلتهم اوضه المغسله وقلت لهم حطوا لي المتوفي على خشبه الغسل. الاوضه دي يا جماعه كانت يعني مهما حطينا فيها اضاءه طول عمرها خافته كده، يعني اضاءه فيها خافته، مهما حطينا من اضاءه هي خافته كده. فطبعا كان كل اللي يدخل كان يخاف يقف معايا في الاوضه، وخصوصا ان هما كانوا جايبينه بالليل. المهم ساعتها قلت لهم بصوا يا جماعه، انا ما بحبش الزحمه دي معايا في الاوضه، ممكن بس واحد بس من اهل المتوفي يقف معايا اغسله، غير كده الكل يتفضل بره. طبعا ساعتها لقيتهم كلهم خرجوا بره، محدش وقف معايا خالص. قلت مش مشكله بقى، يعني في ناس بتتاثر، في ناس ما بتقدرش تستحمل، في ناس بتخاف، فبراحتهم، انا كده كده ايه، ربنا يعيني واغسل الموضوع ده على طول وادخل اريح شويه لان كنت تعبان جدا ومش شايف قدامي. هم ساعتها لما خرجوا قفلت الباب وراهم بالمفتاح، وقفلت الباب التاني برضو، كان في بابين، قفلت الباب التاني وخلاص كده محدش هيدخل. المهم وانا واقف وعماله طبعا بدعي ادعيه وعمال ان انا اقرا قران والكلام ده. وساعتها بقول لما اشوف الجردل فين عشان ابتدي ان انا بقى ايه اشوف شغل وكده، لقيت واحد بيناول لي الجردل، كان شاب برضو يعني عمره في الثلاثينات كده. المهم بصيت بقول له ايه ده، انت دخلت ازاي؟ قال له ما انا كنت واقف في الاوضه. قلت له انا ما خدتش بالي منك، معلش انا تعبان ومش مركز خالص، انت حد من اهل المتوفي؟ لقيته بيقول لي
انا ابن عمه على فكره. قلت له بارك الله فيك، جزاك الله خير. المهم ساعتها وقف وقعد يساعدني، وقعدت اتكلم معاك. قلت له اسم الكريم ايه؟ قال لي فلان. قلت له انت ابن عمه لازم يعني؟ قال له اه. قال له انا كنت بحبه جدا وكنت متعلق بيه، وكنا انا وهو اكتر من الاخوات، كل حاجه بنعملها مع بعض، وبقالي يومين كنت مستنيه. قلت له معلش ربنا يرحمه وادعي له بالرحمه، هو يعني ان شاء الله يبقى في مكانه كويسه، وشكله كان يعني بني ادم طيب، وباين اهو من علاماته ان هو يعني كلها علامات حسن خاتمه، كفايه الناس كلها تدعي له بره وزعلانين عشانه. واضح كده ان ابن عمك كان طيب وغلبان ويستاهل. قال له جدا، كان طيب وغلبان. المهم كان كل ما يساعدني ويحط ايده على المتوفي، المتوفي كان بيعمل حاجه غريبه قوي انا استغربتها. المتوفي كان بيبتسم. قلت له شفت كل ما تحط ايدك عليه يبتسم ازاي؟ واضح كده انه كان بيحبك قوي. قال له انا عارف ان هو كان بيحبني، وانا كمان كنت بحبه جدا. المهم ساعتها عملنا كل حاجة وغسلناه وكل حاجة كانت تمام، والصراحة ما خدش مني لا مجهود ولا أي حاجة، كان لين معايا، كان بيروح ويجي معايا يعني بسهولة جدا. أكتر حالة غسل يعني الصراحة ما تعبتنيش، مع إني كنت قايم تعبان جدا ومش شايف قدامي، لكن الصراحة الحالة دي ما خدتش معايا وقت. قلت له شفت ما خدش معايا وقت ازاي؟ والبركة فيك طبعا، انت يعتبر ساعدتني في حاجات كتير. المهم بقى تعالى اخرج بره ونادي على حد من اهل المتوفي يعني يقبلوه، يشوفوه نظرة الوداع الاخيرة الكلام ده. نادي بقى على اهله عشان يدخلوا قبل ما اقفل خالص. المهم ساعتها خرج، وقعدت فضلت يجي ربع ساعة ان حد يدخل، مفيش حد دخل. طب وبعدين هو خرج قال لهم ايه ومحدش راضي يدخل ليه؟ المهم رحت ايه يا جماعه في ايه؟ هو محدش دخل ليه؟ انا عايزه اخلص يعني عشان نخلص الليله دي. انا مش بعتلكوا ابن عمه عشان يقول لكم تعالوا قبلوه وتعالوا بصوا له يعني نظره الوداع الاخيره والكلام ده؟ محدش دخل ليه؟ لقيت الناس واقفه في حاله ذهول وبيبصوا لي بطريقه غريبه كده. انت من ساعه ما دخلت وقفلت عليك الباب، حتى حد فينا كان عايز يدخل لقينا الباب مقفول بالمفتاح وما عرفناش ندخل، وانت من ساعه ما دخلت لوحدك والباب ده ما اتفتحش وكمان خارج لوحدك، يبقى في ايه بقى انت بعت لنا حد؟ لقيتني ببص لهم كده وقلت لهم صحيح، انا فاتح دلوقتي الباب المفتاح. امال ايه اللي حصل؟ انا مستغرب. امال مين اللي كان معايا جوه؟ قالوا معاك جوه فين؟ مش عارفين، ما يمكن حد كان معاك جوه ودخلت معاه وقفلت الباب، مش عارف. المهم رجعت تاني عشان اتاكد بنفسي ان ممكن يكون هو جوه وما خرجش. المهم دخلت قعدت ابص يمين شمال، مفيش حد في الاوضه خالص. قلت لهم لا يا جماعه، لا لا لا، انا تعبان ومش شايف قدامي، لكن مش معقول يعني. امال مين اللي بقالي جوه فتره بتكلم معاه؟ مين اللي كان بيساعدني في كل حاجه؟ ده حتى كل ما يلمس المتوفي كان المتوفي بيبتسم جدا. ايوه هو قال لي اسمه فلان وكمان ابن عمه. لقيت الناس بتبص لي بطريقه اغرب. انا كنت هتجنن. قلت لهم ايه يا جماعه؟ ايه البصه دي؟ انا مش فاهم حاجه. قالوا لي الاسم اللي انت بتقول عليه وابن عمه ده كان معاه في الحادثة على فكرة، ومات قبليه بيومين. هو لما عمل الحادثة وهو واخويا، يعتبر ابن عمنا ده مات في ساعتها. اما اخويا دخل العناية مركزة يومين وبعد كده توفاه الله. ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قلت لهم انتوا بتتكلموا بجد؟ ايوه وانا جوه على فكرة، بيقول انا بقالي يومين مستنيه. لكن ازاي يا جماعة؟ ازاي انا ما اعرفكوش ولا انتوا تعرفوني ولا عارف ايه اللي حصل خالص؟ انا بجد مش مصدق. انتوا عايزين تقولوا لي ان كان واقف معايا جوه ده ابن عمه اللي مات من يومين؟ انا مش مصدق. طبعا كل الناس برضو ما كانتش مستوعبة، وكل اللي كان نازل عليهم لا اله الا الله، لا اله الا الله. كان كل مستغرب، وفعلا عارفين ان انا مش عارفهم ولا عارف اي تفاصيل عن الحادثة ولا الكلام ده كله. طب جبت الاسم منين؟ طب جبت ان هو ابن عمه ازاي؟ لا بجد الناس كلها كانت في حالة ذهول وانا اولهم. انا اللي شفت كل حاجة وكنت مستغرب جدا
لدرجة ان انا دخلت في حمى وقعدت كام يوم مش قادرة اقف على طولي ولا اغسل اي حد، وكنت بشوف حاجات غريبة جدا. لكن في نفس الوقت كنت بطمن كده، هو ممكن بجد يحصل حاجة زي كده؟ انا مستغرب جدا. وخصوصا ان الاهالي قعدوا يقولوا ان هم كانوا مرتبطين ببعض جدا، وكان طول الوقت رايحين جايين مع بعض، ما كانوش بيسيبوا بعض خالص، وكانوا بيعملوا اعمال خير كتير. ولما هم كانوا بيعملوا اعمال خير وهم راجعين عملوا حادثة، والاتنين واحد مات في ساعتها والتاني دخل لعناية مركزة يومين وبعد كده توفاه الله. الناس كانت بتشكر فيهم جدا، فممكن تكون روحه جاية تاخده. انا مستغرب جدا يا جماعة القصة، انا ما كنتش مستوعب خالص اللي حصل لي، وكنت قلقان طول الوقت. هذا كان اهله اللي هم ما كانوش واقفين معايا ولا حد شاف اللي انا شفته مصدقين ومقتنعين، لكن انا اللي كنت شايفه بعيني وكان واقف قدامي ولا اكنه زيه وساعدني في كل حاجة، مش مستوعب اللي حصل، ومش مستوعب اللي كان واقف معايا ده متوفي بقاله يومين. انا كنت هتجنن وقلت لا، انا هسأل شيخ في الحوار ده. المهم رحت للشيخ وقعدت اتكلم معاه وحكيت له من اول ما اشتغلت وان انا بقالي سنين شغال في المهنة دي، واتعرضت لمواقف كتير، وفتحت مغسلة ليا انا واصحابي. لكن اغرب موقف تعرضت ليه وحكيت له على الموقف اللي حصل لي، لقيته بيضحك وبيقول لي عادي يا ابني بتحصل. قلت له بتحصل ازاي؟ انا مش مقتنع، انا مش مصدق اللي كان واقف معايا ده ميت، هو ازاي؟ المهم قعد يقول لي مش لازم تبقى روح، بتبقى قرينه. قلت له قرينه ازاي؟ قال لي مش ساعات بتبقى ماشي في الشارع وتلاقي قطه ماشيه تتمسح فيك وماشيه معاك طول الطريق ملازماك، او تلاقي كلب وبتبقى مستغرب هو لازق فيا ليه كده. ايوه يا شيخ بتحصل كتير، وابقى مستغرب قوي، وفي نفس الوقت ببقى زعلانه واقول ده انا مش معايا اكل، يا ريتني كان معايا اكل اديه للقطه او الكلب ده ويبقى ماشي معايا متابعني طول الطريق. دي بتبقى روح او بتبقى قرين ولابسه في القطه دي او لابسه في الكلب، بتبقى مثلا شخص توفى بتبقى انت وحش والكلام ده. يعني قلت له إيه اللي انت بتقوله ده يا شيخ؟ انا مش مستوعب الكلام ده خالص. عشان كده يا جماعه انا بعتلكوا حكايتي النهارده، وهي فعلا قصه حقيقيه، وعايزه اسال هل فعلا ممكن يحصل حاجه زي كده ولا ايه؟ انا مش مستوعب اللي حصل لي خالص. يا ريت حد يكون واثق في كلامه يرد عليا في الكومنتات، وممكن يحصل حاجه زي كده ولا لا.